حرفيًا كلود سرّبت المحادثات في كل العالم وعملت بيها أداة اسمها economic index اللي هي تقدر من خلالها تعرف الدول بتدوّر على إيه في كلود، حرفيًا تقدر تعرف إيه المنتجات اللي مش عليها منافسة وعليها طلب عالي، وكمان تقدر تخش جوّه كل دولة وتعرف المنطقة دي بتدوّر على إيه، وكمان في المجال اللي أنت عايزه، سواء بقى المجال الطبي، المجال التعليمي، وكمان المجال التعليمي بقى ممكن نخش فيه زيادة أكتر وهكذا. زي ما أنت شايف كده قدّامك حرفيًا هو بيعمل لك تصنيف للولايات، يعني مثلًا هنا هو جايب لك مثال الولايات المتحدة، ودي الولايات اللي جوّه الولايات المتحدة الأمريكية، وبيبدأ يقول لك مثلًا كلود في كل منطقة بيستخدم بنسبة قد إيه، ومدّي نُقط، يعني مثلًا و مثلًا ولاية زي ولاية واشنطن مثلًا مدّيها 3.3، كاليفورنيا 1.6، استخدام بنسبة 1.6 بالنسبة لكلود. لو نزلنا تحت شوية يبدأ يقول لك بقى تصنيف الناس بتستخدم كلود في إيه، يعني مثلًا يقول لك 18% بيستخدموا في الحاجات البرمجية والحاجات اللي ليها علاقة بالmath، حاجات ليها علاقة بالart والdesign، حاجات جوّه الeducational industry and إيه المكتبات الlibrary، الsales، الoffice مثلًا and administration. كل الحاجات دي أنا ممكن بقى أخش جواها، يعني مثلًا ممكن أخش جوّه الsales تمام، ويدّيني بقى حاجات جوّه الsales بيدوّروا عليها في إيه بالضبط تمام، بحيث إن أنا ممكن إن أنا أستغل المواضيع دي وأعرف الولاية دي بتدوّر على إيه، وأبدأ إن أنا أخش جواها وأبدأ إن أنا أعرض كمان منتجات ليها علاقة باللي هم بيدوّروا عليه. عايز أقول لك كمان إن أنت تقدر تقارن ما بين الدول. يعني زي ما أنت شايف كده، هو بيبدأ يجيب لك مؤشرات لكل دول العالم، وزي ما أنت شايف في خريطة أنت تقدر إن أنت تقعد تلعب فيها كده، وتبدأ إن أنت تخش مثلًا على الدولة دي، وتقدر إن أنت تعمل explore country data، تعرف كل دولة بتدوّر على إيه، وكل دولة تقدر إن أنت تخش في مجالاتها وتعرف هي بتدوّر على إيه وهكذا. وعايز أقول لك كمان تقدر تستكشف الوظايف اللي كمان بتدوّر عليها الدولة دي، تقدر تشوف مثلًا الgap اللي موجودة في الوظايف دي، وتبدأ إن أنت تعرض الوظايف على الناس اللي بتدوّر على شغل. كمان تقدر تعمل filter للdata، كمان تقدر تعمل preview للdata، يعمل لك تشارتات، يعمل لك تحليل على حسب الحاجة اللي أنت عايزها. طبعًا أنا مش هاطوّل عليك، يالّا بينا نبدأ الشرح، ويالّا بينا نبدأ الفيديو. يا أهلًا بكم من جديد، معاكم مروان خليل، والنهارده بإذن ربنا هنشرح أداة Anthropic Economic Index، ألا وهو المؤشر الاقتصادي لأنثروبيك. المحادثات اللي حوالين كل العالم جمّعها كلود وبدأ يعرّفنا إيه الgap اللي موجودة في كل دولة وكل منطقة. يالّا بينا نبدأ، بس اوعى قبل ما نبدأ ما تشتركش في القناة وتعمل لايك عشان طبعًا ده هيشجعنا ونستمر إن إحنا ننزّل المحتوى على القناة. طبعًا أنا عايز أقول لك زي ما أنت شايف كده كلود بدأ إن هو ينشر المحادثات الرسمية طبعًا مع السرية التامة للشخص ده، بس هو بدأ إن هو يعني نقول إيه بقى ينشر أدوات أكتر. بدأ إن هو يغطي أكتر من 121 دولة، 718 مهنة مصنفة عنده، السيلز بقى والCS وكل الكلام ده تمام، أعلى 50 مهمة الناس بتدوّر عليها في العالم، و9 أدوات تفاعلية، وهنعرف إيه الأدوات دي كمان شوية. طبعًا أنت تقدر تخش جوّه كل دولة أو كل بلد وتعرف الناس دي بتدوّر على إيه، وكمان بتستخدم كلود بنسبة قد إيه، لإن أنت ممكن بعد كده تعمل منتجات مع كلود يستخدمها الناس اللي بتدوّر عليها في دولتك. طيب عشان أبدأ في الشرح هاعرّفك الأول إزاي تسطّب الأداة دي على كلود. أول حاجة أنا هاخش على كلود وهاروح على section، طبعًا ده كان يعني حاجة كده أنا باجرّبها على كلود بدأ في مصر يعني، وبدأ يدّيني نسبة معيّنة. أول حاجة هتخش على كلود customize، وبعد ما تخش على customize هتدوس على browse، وبعد كده connector. هنا أول ما هتخش على connector هتلاقي بُص في حاجة اسمها Anthropic Economic Index، وده trend طالع trend اليومين دول، هتدوس عليها بالمنظر ده وتدوس على connect، وكده مبروك عليك أنت بقى عندك المؤشر العالمي. أنا عايز أقول لك إن أنت كمان لو اتفرجت على الحلقة اللي هتظهر ناحية اليمين أو ناحية الشمال، ده كان آخر فيديو نزل على القناة ليه علاقة بالدماغ التاني. أنا كل اللي عملته ربطت الملفات اللي ليها علاقة بالشركة بتاعتي، واللي هو زي الCS والsales والmarketing وكل الكلام ده، وطبعًا هاروح بقى
أقارن الdata بتاعة الشركة وأقوم مقارنها مثلًا على مستوى مصر، الdata دي إحنا واخدين benchmark قد إيه، واخدين مثلًا حتّة من السوق بمعنى أصح قد إيه، وممكن كمان أعرف أنا فين دلوقتي من السوق. طيب أنا دلوقتي خلاص أنا سطّبت الأداة وكده لو دوست على علامة الplus دي ورُحت على connector هالاقي إن في أداة جديدة ظهرت معايا اسمها إيه، اسمها Anthropic Economic Index. هاعمل بس refresh. بعد ما عملت refresh هابدأ أدوس على علامة الplus دي وأتأكد إن هي اتفعّلت معايا. هانزل أشوفها اتفعّلت والّا لأ، لأ لسه ما اتفعّلتش. خلّيني أدوس على manage connector أهي. هادوس بقى على كلمة connect. خلاص هي كده بقت connect معايا. لو دخلت عليها لقيتها أهي connect معايا. طيب خلاص عملت لها connect أقدر بقى إن أنا أسألها الأسئلة. خلّي بالك بقية الحلقة هاقول لك بقى المفروض أنت هتسأل الأداة دي إزاي، ماشي، عشان تطلع بأقصى استفادة. فأنا مجهّز لك صراحة أهم برومبتات تقدر إن أنت تستخدمها للأداة دي. فإحنا دلوقتي مثلًا نتعلم بس الأول يعني إيه index. ده مؤشر يقول لك مثلًا كام نقطة للدولة دي، يعني مثلًا 1 ده متوسط عالمي، يعني مثلًا أنا مدّي مثلًا كل دولة نقطة، ماشي. فsay مثلًا الدولة دي أكتر دولة بتستخدم كلود فهادّيها نقطة. بعد كده مثلًا الدولة اللي بعدها مصر، فالدولة اللي بعدها مصر مثلًا بتستخدم بنسبة 50% كلود فهادّيها نُص نقطة وهكذا. ده بنسميه إيه، مؤشر. تمام. حتى برضه حجم السكان بيدّي له برضه مؤشر. بيبدأ إن هو يقيس ده على المستوى العالمي. فنيجي مثلًا نشوف مصر. مصر هنا أهوّة واخدة الترتيب رقم 98 من 121 121 دولة. نيجي مثلًا الindex بقى النُقط بيدّيها كام نقطة مثلًا، يعني أمريكا بيدّيها 3.6 نقطة، الإمارات 2.9 نقطة، السعودية 1.4 نقطة، المتوسط العالمي قُلنا كام نقطة. مصر واخدة 36 اللي هو 36%. تمام. ده الإيه، على المستوى العالمي. طبعًا حاجة قليلة لإن طبعًا قيود مدفوع وأنتم عارفين بقى مشاكل إيه، الدفع بالدولار وهكذا. طيب مثلًا أنا عايز أورّيك مثال. أنا هاقول له اعمل لي بروفايل كامل لمصر، واستدعي فيها الأداة اللي اسمها Anthropic Economic Index الترتيب العالمي، وورّيني بقى توزيع الشغل، وورّيني توزيع الدراسة، وأعلى المهن اللي بيستخدم فيها كلود. هابدأ إن أنا آخد ده copy وهابدأ إن أنا أروح أعمل chat جديد على كلود، وهابتدي أدّي له الprompt بتاعي، وهاتأكد من نقطة إن أنا إيه، مفعّل Anthropic Economic Index. هابدأ إن أنا أدّي له الprompt ده وركّز معايا كويس في الprompt تفاصيله أو تشريح الprompt. تمام. أنا عايز الترتيب العالمي، خلّي بالك من النقطة دي، لدولة مصر بالنسبة لأنثروبيك economic index. بدأ إن هو يستدعي الأداة وعايز منّي إن أنا أدّي له السماح لده. عايز إن أنت تجيب لي الشغل وتجيب لي أهم الدراسات، يعني الناس بتدرس إيه، وأعلى المهن اللي بيستخدم فيها كلود. خلّي بالكم من الحتّة دي. هيبدأ إن هو يدّيني تصوُّر بصري ويبدأ إن هو يقول لي دي المهن الموجودة، ده التعليم اللي موجودة. بدأ يدّيني فترة بيانات لغاية مايو 2026. ادّاني الدولة 98. بيقول لي خلّي بالك في الشغل. تمام. بيستخدم بنسبة 40% المؤشر في مصر 43% من ال40% دول. فاهم الفكرة؟ على المستوى الشخصي ماشي. مصر حوالي إيه، 40%. خلّيني أعمله RTL عشان برضه إيه، دي أداة كنت شارحها برضه. فهنا مثلًا المستوى الشخصي يعني إيه المستوى الشخصي؟ يعني واحد مثلًا بيسأله عن حاجات ليها علاقة مثلًا بالقراية، بالكتابة وهكذا. بالنسبة للدراسة والكورسات في مصر بيستخدم بنسبة 16.5%. في بقى حاجة اسمها augmentation، في حاجة اسمها automation. يعني إيه augmentation؟ يعني تعاون. يعني إيه تعاون؟ يعني أنا أدّي له الحاجة. تمام. وهو أقول له مثلًا عدّل لي على الpost ده،
اكتب لي أدّي له الإيميل مثلًا وأقول له عدّل لي على الإيميل ده، يعني أنا اللي بادّي له الحاجة وهو بيتعاون معايا ويعدّلها لي. أمّا بالنسبة للautomation يعني إيه automation؟ يعني أقول له إيه، اكتب لي post عن كذا، مش عدّل لي، ماشي، مثلًا ادّيني صورة عن كذا، أدّي له access على الإكسل وأقول له اعمل لي مثلًا معادلة جديدة تربط مثلًا الsheet ده بالsheet ده، هو اللي إيه، اللي بيعمل. فنسبة التعاون يعني أنا اللي بادّي له الحاجة وهو يعدّل لي عليها 51% ماشي، بالنسبة لنسبة الautomation يعني هو اللي بيعمل الحاجة 100% كاملة حوالي 48.6 دي تفيدني بإيه؟ تفيدني تعرّفني الاعتماد على كلود بنسبة قد إيه مثلًا في مصر، ماشي؟ ممكن بقى أطلّع من كلود منتجات تساعدني إن أنا أبيعها للناس اللي بتدوّر على إزاي إن هي تعوّض عدم استخدام كلود، لإن في ناس نِفْسها تستخدم كلود بس ما عندهاش الإمكانية. طيب، بيقول لي نسبة الدراسة في مصر تقريبًا ضِعف المستوى العالمي، الدراسة خلّي بالكم تمام، يعني ده انعكاس واضح لسوق فيه طلاب كتير بيستعملوا كلود كمساعد تعليمي، وده بيتقاطع مباشرةً مع اللي بتشتغل عليه فاهم، فاهم ده اللي هو المنتج إيه بتاعنا. مش شرط تعليمي يعني طالب في مدرسة أو طالب في جامعة، لأ، يعني أنا دلوقتي في ناس في الشغل تمام، عايزة إن هي تتعلم إزاي تعدِّل على الإكسل، ممكن تسأله تطلب منه إزاي أعمل الfunction دي في الإكسل، ممكن تسأله مثلًا أنا إزاي أعمل الحتّة دي في الموقع بتاعي، إزاي إن أنا آخُد verified على فيسبوك ماشي، دي كلّها بتندرج تحت الحتّة التعليمية. بيبدأ إن هو يقول لي توزيع المهن في مصر، بيقول لي طبعًا أول حاجة الكمبيوتر والبرمجة هنا في مصر بنسبة 30% ماشي، والمستوى العالمي حوالي 23%، الeducation التعليم في مصر 13 العالمي 12 إحنا متفوقين، في الفنون والميديا 10 ده المهن، يعني كلود مثلًا الناس اللي بتستخدمه في التصميمات والدعاية والإعلان 10%. طبعًا أنا بالنسبة لي البرمجة بقت إيه، رقم 1 يعني أنا ممكن إن أنا أستغل النقطة دي في الناس اللي بتستخدم كلود في البرمجة، وهكذا بتقعد يندرج في الbusiness مثلًا 4%، الhealth care بنسبة 3%. وبيبدأ يدّيني الإيه، الإشارات وهكذا، بيقول لي بقى خلّي بالك المحافظات، القاهرة أعلى واحدة، الجيزة تاني واحدة، إسكندرية تالت واحدة، الدقهلية وهكذا عمّال بينزل يندرج، يعني ممكن أخُش أقول له بقى البرمجة في الدقهلية عاملة إزاي. القاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية حوالي 66% من الاستخدام، الإسكندرية تالت سوق بنسبة كثافة كبيرة، وعمّال بقى يوزّع لي بالنسبة للمجالات جوّه cloud ماشي، يعني أول حاجة الeducational والlearning، تاني حاجة software البرمجة، تالت حاجة إن أنا أعمل copywriting وcontent creation بقى social media، الأبحاث، وآخر حاجة الهوايات. ماشي، الفجوة بيقول لي التعليم والبرمجة أعلى بكتير من العالم، المحتوى والأبحاث الشخصية دي أقل حاجة بيدوّر عليها الإيه، الناس، ويدّيني بقى أعلى المهن تحديدًا مثلًا documented management specialist واحد بيجهّز الdocumentation، computer program الناس اللي ليها علاقة بالبرمجة وهكذا، تمام؟ طيب إيه تاني هو ممكن إن هو يقدّمه لي؟ طبعًا زي ما أنتم شايفين كده هو بيدّيني إيه، اختيارات، تحليل فرصة سوق التعليم، أعلى الدول في المؤشر، تفاصيل أعلى المهام في مصر، يعني الناس بتدوّر على إيه في كلود، قارن مصر بالسعودية، إن هو يقارن لي الدولتين ببعض، أنا ممكن أقول له خلّيني أشوف إيه أعلى التاسكات اللي بتطلب من كلود في مصر، لإن ممكن أطلع منها بمعلومة صراحة ممكن تفيدني أنا إن هي تزوّد لي المبيعات بتاعتي، أطلّع منتج مثلًا جديد أنا مش شايفه تمام، في الشغل بتاعي، وده يقدر إن هو يطلّعه لي، وعايز أقول لكم إن في ناس بتعمل بقى دراسات جدوى. أنتم متخيلين بتاخد فلوس إن هي تعمل لك أنت دراسات جدوى وتقول لك المنتج اللي تشتغل عليه والMVP اللي ممكن تشتغل عليه وهكذا، هو بقى يعني يreplace ده. طيب هو دلوقتي بدأ إن هو يطلّع أعلى المهمات في الشغل، المهمة اللي طالعة أول حاجة البحث في مصادر إلكترونية، يعني هيبدأ إن هو إيه، يقول له دَوّر لي مثلًا على مصادر إلكترونية حوالين العالم أكتر. تاني مهمة الرد على أسئلة الطلاب، بيرد على أسئلة الطلاب. تالت مهمة كتابة برامج جديدة وتعديلها، يعني في ناس بتعمل أنظمة SaaS، رد على استفسارات الsoftware الhardware.
اللي هي المشاكل، البحث في المراجع، بعد كده تحديد وتوثيق مشاكل البرامج، إعداد مواد تعليمية وتدريبية، التوصية بمنتجات وخدمات، إن هو يعني يقول له مثلًا وده بنسميه GO اللي هو يقول له مثلًا أحسن شركة في التسويق، أحسن شركة في عمل الويب سايتات وهكذا. فادّاني طبعًا أهم الحاجات اللي بتطلب من كلود. طبعًا أنا ممكن أتعمق بقى أكتر وأكتر وأكتر، بس أنا مش عايز أعمل كده عشان طبعًا مدة الفيديو. أقارن المهام بالسعودية، يعني ممكن إن هو يبدأ إن هو يقارن لي بدولة تانية. طيب خلّينا نرجع لده. أعلى بقى 50 مهمة خلاص اتكلمنا عليها في مصر يعني، نبدأ نعرف مقارنة الدول ببعض، إن هو يقارن لي الدول ببعض. تقدر إن أنت تعرف الدولة دي بالنسبة مثلًا للautomation تستخدم كلود بنسبة قد إيه، والautomation ده يعني كلود هو بقى المسيطر إن هو يعمل كل حاجة، والّا الaugmentation إن هو بس بيدّي له الحاجة وهو بيعدّل له عليه، ماشي؟ فممكن تعمل مقارنة ما بين الدول، جميل؟ يعني مثلًا أنت عندك الإمارات إن هو واخدة نسبة 2.9 والدولة رقم 30 في كلود. فإحنا ليه ممكن ما أطلّعش منتج بيستخدم كلود تمام، وأبدأ إن أنا أسوّقه في سوق الإمارات، بعديه السعودية والمغرب وهكذا مصر. خلّيني آخد الprompt ده هاقول له مثلًا قارن استخدام كلود بين مصر والسعودية والإمارات والمغرب في أعلى المهن، بس أنا مش هاعمل كده، أنا هاعمل إيه، في المهمات. يعني أنا دلوقتي مثلًا الناس دي بتخش تدوّر على إيه في كلود؟ أعلى المهمات أهو، ونسبة الأتمتة ونسبة التعاون، يعني الناس دي بتعتمد على كلود بنسبة قد إيه، وهابدأ إن أنا أدّي له الprompt بتاعي وهيعمل لي مقارنة ما بين الدول اللي أنا اديتها له في أكتر مهمات بيستخدموها ويقارن لي كلّه ببعض، وتعالوا نشوف إيه هيدّيني النتايج إزاي. عندنا مثلًا هنا مؤشر الاستخدام AUI اللي هو يعني استخدام كلود بنسبة قد إيه. نيجي مثلًا المغرب 9/10، الإمارات 2.8، السعودية 9/10، ومصر 36%. وطبعًا يعني يعتبر مصر أقل واحدة في كلود، لإن هي الدولة رقم 98. بدأ يدّيني الترتيب العالمي، بدأ يدّيني بنسبة الشغل، ماشي، الناس اللي بتقعد تشتغل على load تدّي له تاسكات يعملها، مثلًا مصر 40، السعودية 47، الإمارات 54، الإمارات أكتر حاجة، والمغرب 34. طبعًا ممكن أتعمق بقى أقول له إيه أهم التاسكات اللي في الشغل اللي في الدول ال3، ماشي، يبدأ إن هو يصنّفها لي. بالنسبة للدراسة بدأ إن هو يصنّفها لي. augmentation التعاون أنا أدّي له الحاجة وهو يعدّلها لي. زي ما أنتم شايفين كده السعودية والمغرب أعلى حاجة إن هو يدّي له حاجة ويعدّل له عليها، ومصر والإمارات بيعتمدوا على الautomation أعلى، يعني مثلًا إن هو الautomation في مصر ب بنسبة قُل 51%، والإمارات حوالي 50%، إن هو يعمل له هو الحاجة من A to Z. طيب هنا بدأ يقول لي توزيع الاستخدام بالنسبة للشغل والشخصي والدراسة. يعني أنا مثلًا الإمارات بالدراسة 9.1، الشخصي 36، الإمارات الشغل 54، فالإمارات أعلى حاجة. بعد كده مثلًا السعودية في الشغل 47، الشخصي 36، السعودية في الدراسة 16، ماشي، ويعمل لي مقارنة ما بين كل دولة، بيقول لي خلّي بالك إن الإمارات سوق شغل ناضج تمام، وطبعًا هو ما كمّلش هو وقف ما أعرفش ليه تمام، بس إحنا ممكن نعمل retry ويبدأ إن هو يدّينا المعلومات، ويدّيني معلومات عن كل حاجة. ممكن يقول لي بُص أنت اعمل كورسات أكتر في كلود في السعودية، يعني أنا شايف إن أنا لو عملت كورسات في كلود في السعودية هيبقى حلو جدًا الفرص دي. طيب في 6 أدوات خلّي بالك ممكن يدّيك الصورة العالمية، ماشي، يعني يقول لك مثلًا ادّيني الصورة العالمية بالنسبة للشغل، استخدام الشغل والاستخدام الشخصي والدراسة، فتقدر إن أنت تعرف إيه الدول الأكتر اللي محتاجة فعلًا توصل لها وتعرّفها استخدام كلود، ماشي، وممكن تعمل كورسات وتاخد عليها تمام، مثلًا نسبة معيّنة وتعلّم الناس إزاي يستخدموا كلود، والاستخدام الشخصي، تعمل فيديوهات للاستخدام الشخصي لكلود. وهكذا. فدي هتبقى بالنسبة لك نقطة جاب إن أنت تجيب مشاهدات كتيرة وهكذا. ممكن ترتيب فئات المهن، تعرف إيه أعلى المهن اللي بتستخدم فيها كلود، يعني مثلًا المحاسبين
هل هم مثلًا بيستخدموا كلود مثلًا نسبة قليلة، يبقى أنا محتاج إن أنا أشتغل على الفئة دي، لإن هم مش واصل لهم قد إيه كلود بيشتغل في موضوع المحاسبة. وهكذا. ممكن مثلًا المناطق داخل كل دولة، لو أنت بتشتغل على منطقة معيّنة تقول له مثلًا اعرض لي استخدام الشخصي لكلود داخل مثلًا القاهرة، وتعرف الاستخدام الشخصي في إيه بالضبط، يقول لك مثلًا في القراءة، في الكتابة وهكذا. ممكن برضه في الprofile تقول له اعمل لي profile كامل تمام، طبعًا هيدّيك بقى مؤشرات الدولة والمنطقة ومثلًا المِهَن وهكذا، يعني بيعمل لك حاجة كاملة. آخر حاجة بحث في المهن التفصيلية، ممكن بقى أخُش جوّه كل مهن، لإن الsoftware مثلًا developer دي مهنة كبيرة جدًا، جواها مهن تانية ممكن أتعمّق أكتر وأكتر. يعني مثلًا جوّه المحاسب مثلًا في ألقاب كتير، في مثلًا financial director، في مثلًا واحد بيشتغل مراجع، بيراجع مثلًا على الإكسل وهكذا، فجواها يعني المحاسب دي كلمة برضه جواها وظايف كتير. ممكن يدّيك نظرة عامة بقى عن كل حاجة حوالين العالم، تقدر أنت تستغل ده وتطلّع منه نُقط الضعف ونُقط القوة، وتقدر تشوف بقى نُقط الضعف المنافسين فيها قد إيه، وأنت تقدر تنافس قد إيه، وحرفيًا ده بيعمل لك دراسة جدوى من ما فيش وببلاش كمان. تمام، طبعًا ما تنساش إن إحنا عاملين لك كورسات تقدر أنت تاخدها، هتلاقي اللينك تحت في الdescription، وما تنساش إن أنت تشترك في القناة. كان معاكم إبراهيم خليل من قناة مستر إبراهيم خليل، سلام.